اهلا بكم اعزائي عزيزاتي فلذات واجباتي. حاليا الساعه 9 صباحا في قمه اناقتي لان انا نازله الدرس في ليالي مراجعات. في اسئله كتير دلوقتي اتسالت وانا هرد على سؤال. اولا ليه لابسه اسود؟ عشان انا بحب الاسود وعشان ايامنا الجايه، وان الاسود بيمنع الحسد. الحسد ملك الغابه. تقولوا لي ازاي بيمنع الحسد؟ هقول لكم. طبعا بتبقى في عجوزه شمطاء على راي ريكا بتيجي تقول لي انت لابسه اسود ليه؟ انت عندك عزا. فانا طبعا ده بيمنع عني الحسد، فبتشوفني ان انا رايحه عزا. فده فكره منطقيه. السؤال التاني، انت نازله ليه بكلمه اناقتك اصلا؟ لان عشان هو المنهج ما يبقاش لنا حق نعمل ماتشنج. ثالثا انتوا نادرا لما بتشوفوني نضيفه، فانا جيت لكم نضيفه النهارده. بس والله العظيم انا بتهان من كل حاجه، يعني كماده كدراسه كتعليم كشتا اللي هينزل عليا دلوقتي. يعني الاوتفيت دي لسه جايه امبارح، امي لسه جايباها لي والله اكبر. امي طبعا يعني بالنسبه لها بيبقى ذوقها حلو وبالنسبه للاخرين الا بالنسبه لي. بحس ان ساعات بتجيب لي حاجات مش مناسبه لسني او مش مناسبه للمجتمع عموما. فانا اول مره الاقي ان ذوقها طرش ما بيهزرش. يعني يا جماعه، طبعا بعيدا عن الحبايه اللي في نص مناخيري والحبايه اللي هنا والحبايات اللي هنا على جنب دي بتسليني. بس انا عايز اقول لكم لفيت الطرحه لفه غبيه. يعني بصوا، عامله لي ودن اتنين هنا فتحه تهويه، والدبوس اللي عامل شبه الطرحه اللي عندها هربس. بس كل الامور دي يعني متوافقه مع بعض اظن يعني. فانا طالعه اتكلم على لا شيء اللي هي المنهج. يعني عايزه اقول اني من اول الترم انا ما لميتش حاجه، ولحد دلوقتي انا ما لميتش حاجه. يعني فاضل يومين اللي هو النهارده وبكره بس اللي انا الم فيه العربي، اللي هو البعبع اللي ما اعرفش عنه ولا بلاغه ولا اعرف عنه نصوص ولا اعرف درس اخدناه غير قيم الحياه الزوجيه بس اللي انا اتنمرت عليها، وقصه عنتره بس اللي بقراها كده كتسليه، وهي اصلا مش اجباري علينا، بس يعني بتطفحني فراشات عشان كده بقراها. فان سالتوني انا ببقى بائسه ليه؟ بسبب يعني من ولا حاجه، انا بائسه لوحدي وصعب ان انتوا تفهموني. انا نادرا لما بفهم نفسي او انتوا او حد يفهمني. يعني دلوقتي انا مش فاهمه انا بقول ايه. بس ملناش دعوه بكل ده، نخرج عن السياق ده كله. بصوا فرو الكلب ده حاجه شيكه والله. يعني امي من امبارح عماله تحلف لي بيه ان هو يعني ما حدش لابسه قبل كده. سامعين الشتا؟ انا هتغرق. المفروض عندي الدرس الساعه 10 وهو اصلا سفر، ودلوقتي الساعه 9 ودقيقه. فيعني هقفل؟ لا مش هقفل، هكمل برضه. طبعا اول حد هيعمل لي تعليق على الاوتفيت بتاعي هي الاسيستنت. هتقولي انت جايب شيكتك ليه؟ في ايه؟ وطبعا نظرتها البومباستيكيه اللي بتخترقني بتحسبني ان انا راح ديت بعد الدرس. بس وعد الله انا ما ليا علاقات ولا ليا، يعني انا غلبانه. دي مش خلقه اصلا ان هي تروح يعني. استغفر الله. انا بتشيك لنفسي والماي بيست، عشان this my best is my wife. بس والله اظن ان ده مبرر، يعني لان ما فهمتوش مني حاجه. خلاص انا ده غرضي. يلا السلام عليكم.